عمرك او عمرك قعدتوا قدام حد، قعدتوا تتكلموا واللي قدامكم قاعد باصص لكم وسامعكم، بس بعد ما تخلصوا حسيتوا ان طاقتكم اتسحبت منكم وان القعده دي ما كانش ليها اي 30 لازمه؟ السبب ان في فرق كبير قوي ما بين السمع والانصات. السمع سهل، كلنا عندنا ودان بنسمع بيها كل حاجه، بنسمع دوشه، بنسمع اغاني، بنسمع اي حاجه. لكن الانصات محتاج شويه حاجات كمان. وزي ما اللي قدامنا عايزنا ننصت له، احنا كمان بنبقى قاعدين مع حد عايزينه هو ينصت لنا، يسمعنا باهتمام. وده اللي بالانجلش بنقول عليه الاكتيف listening او الانصات. اللي بينصت لحد محتاج انه يبطل يجهز الرد في دماغه وهو قاعد يبص اللي قدامه. الانصات محتاج قلب يسمع مع الودن، محتاج القلب يكون فاضي شوية. احنا محتاجين اللي ما يحكمش علينا واحنا بنتكلم. الانصات هو انك ما تحولش وجعي لنصيحة. في ناس لما بنقعد معاها نحكي لها بنحس ان احنا بنحكي الحيطة. شخص قاعد قدامي سامع صوت بس مش شايف الانسان اللي جوايا. وفي ناس تانية مجرد انك تقعد معاهم تتكلم شوية تحس انك خدت مساحة كبيرة ومرتاح راحة جميلة قوي. مش عشان قالوا حل عبقري اطلاقا، لكن علشان سابونا نكمل، علشان سابونا نلخبط، علشان سابونا نتكلم بدون ما نرتب كلامنا، نقول اي حاجة كده مع بعض، علشان سابونا نطلع مشاعرنا، سابونا نبكي، سابونا نضحك، سابونا نتجن، سابونا نقول اللي احنا عايزينه براحتنا. لان في لحظات كتير قوي الانسان ما بيبقاش مستني الحل على فكرة، لا، بيبقى مستني اللي قدامه ينصت له ويسمعه باهتمام. كم مرة احنا بنقعد قدام حد نحكي الحكاية او نحكي المشكلة واحنا اللي نلاقي الحل، يعني بقى قاعدين نحكي ونقول هو ده، انا ممكن اعمل كذا. ليه؟ لان احنا كنا محتاجين نطلع صوتنا وافكارنا بره قدام حد، حتى وهو ساب لنا المساحة المريحة ان احنا نحكي فيها، فاحنا لقينا الحل. وده لان لقينا الشخص اللي فهمنا قدامنا. اللي بيسمع بيستقبل صوت، لكن اللي بينصت بيستقبل إنسان. في ناس تقعد معاهم يفضلوا يحكوا لك عن أشياء تخصهم وحاجات حصلت لهم وي 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 وي، فأنت تحاول تبقى قاعد منصت ومبسوط وبتدي انفعالات. شخص أو الشخص ده يخلصه، تيجي أنت بقى تحكي حتة كده، تلاقي اللي قدامك يعني هو حلو ليك ووحش ليا. هو ده الفرق هنا ما بين السمع والإنصات. كم واحد فيكم عنده إنسان لما بيقعد معاه بيحس إنه فعلا سمعه؟ لو في اسم جه في بالك ابعت له رسالة واشكره فيها، قول له شكرا انك سمعتني.